ما يحدث الآن في أروقة الفيفا ليس مجرد أرقام، إنه زلزال كروي حقيقي. بعيداً عن ضجيج الملاعب وكواليس التحتيم، الأرقام الرسمية اليوم تنطق بالحق. هل كنت تتوقع أن يرى العالم أسود الأطلس في هذه المكانة؟ حسب التقرير الرسمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في فبراير 2026، المنتخب المغربي يكتسح المراكز ويحتل المركز الثامن عالمياً. نعم، المغرب اليوم يتفوق على مدارس كروية تاريخية، وهذا ليس مجرد رقم، بل هو اعتراف دولي صريح بأن ما حدث في كان 2025 من لغط تحكيمي لم يزد الأسود إلا قوة وإصراراً. وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض الجهات التشويش، رصدت كاميرات الفيفا تقدم الأشغال الأسطورية في ملعب الحسن الثاني ببن سليمان. الفيفا وصفت المشروع بأنه جوهرة المونديال القادم، مؤكدة أن نهائي 2030 لا يمكن أن يخرج عن هذا الصرح العالمي. المغرب اليوم لا يطالب بالعدالة فحسب، بل يفرضها بمشاريعه العملاقة ونتائجه الميدانية التي أبهرت العالم. سؤالنا لكم اليوم: هل تعتقدون أن المركز الثامن عالمياً منصف للمغرب، أم أننا نستحق المربع الذهبي؟ اكتبوا لنا العدالة للمغرب في التعليقات، ودعونا نوصل صوتنا للعالم.